النهارده النادي الاهلي عنده مشكله في حته المحترفين، والنادي الاهلي بيسعى جاهدا بشكل قوي ان هو يتعاقد مع مهاجم اجنبي. فلما تيجي تبص على قائمه المحترفين في النادي الاهلي عندك 7 لعيبه. عندك وولتر بواليا خلاص راجل هيروح جنوب افريقيا، عندك كريستو راجل متأيد تحت السن، عندك بقى مين تاني؟ عندك علي معلول لعيب اساسي في الفرقه، عندك اليو ديانج لعيب اساسي في الفرقه، عندك بيرسي تاو لعيب اساسي في الفرقه، عندك رضا سليم لعيب اساسي في الفرقه، عندك القندوسي لعيب موجود برضه في الفرقه. ادي ال5 محترفين لازم يمشي منهم واحد. مين اقرب واحد؟ هو احمد القندوسي. تم عرض نادي سيراميكا كيلوباترا على سبيل الاعاره لاحمد القندوسي، الراجل رفض، قال لهم لا مش همشي. والكلام ده مش من النهارده، انا بقالي 10 ايام قايل الكلام ده، وفي بعض الناس كانت بتحاول تشكك في الكلام اللي انا بقوله. انا مش هطلع اقعد اجود واطلع اقعد الف عليك كلام في الفاضي، لا انا بحاول على قدر الامكان لما بيكون عندي معلومه مؤكده بنسبه 100% بطلع اقولها لك، وبحاول ان انا اوصل لك التفاصيل والكواليس بتاعتها بحيث ان انت تحس ان انت قاعد وعايش في وسط القعده وعارف كل صغيره وكل كبيره. ليه؟ لان عندنا للاسف الاعلام في مصر ما بيقولش كل حاجه للناس، هو بيقول الحاجات اللي هو عايز الناس بس تعرفها، انما الكواليس الحقيقيه الناس ما بتكونش عارفاها. احمد القندوسي قال لهم لا مش همشي، انا راجل جيت في ايه وهمشي في ايه. انا سبت نادي الزمالك من على باب الطياره عشان العب في النادي الاهلي وعشان اخد فرصه في اللعب داخل النادي الاهلي، وده بناء على رغبه مارسيل كولر وبناء على رغبه لجنه التخطيط ولجنه التعاقدات وكلام امير توفيق معايا. فانتوا النهارده انا ما كملتش 4 شهور في النادي الاهلي، لا خدت فرصه ولا عرفت ان انا اتاقلم في الفرقه ولا خدت مساحه في الملعب ان انا اثبت من خلالها وجودي، فبالتالي انا اتظلمت. لهم لا، انا قاعد في النادي الاهلي وهلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه وهلعب الدوري السنه الجديده وهلعب كاس عالم انديه، وده كان الهدف الاقوى والاسمى بالنسبه لي. والحاله الوحيده اللي هتخليني امشي من النادي الاهلي واطلع اعاره واقبل بالعرض بتاع نادي سيراميكا كليوباترا هم حاجتين. الحاجه الاولى ان انا هاخد عقدي السنه دي بالكامل 400,000 دولار من النادي الاهلي، مالهمش علاقه هروح فين واجي منين. الحاجه الثانيه هاخد ال 150,000 دولار بتوع الاعاره بتوع سيراميكا كليوباترا برضو لوحدي، يبقى اذا عقدي السنه دي يبقى 550,000 دولار. انا بقول لكم ان النادي الاهلي بيتضغط عليه ضغط قوي جدا جدا ان هو يقبل بالامر الواقع، وان النادي الاهلي في مشكله لان الاهلي تعاقد بنسبه كبيره مع مهاجم، وفي احتماليه اقوى واكبر ان المهاجم ده ينضم لمعسكر النادي الاهلي في النمسا. وبالفعل في جواز سفر لمهاجم اجنبي دخل اداره النادي الاهلي ودخل السفاره بتاعه النمسا عشان ياخد الاجراءات والتاشيره عشان يطلع من بره هناك على المعسكر، ما يضطرش ان هو يجي مصر هنا ويعمل الكشف الطبي هنا، لا يسرق ويكسب وقت ويروح وينضم للمعسكر سريعا. فمن هنا هيبقى عندك مشكله ان انت تسقط القندوسي قايمه، هيعمل لك مشكله كبيره ويروح يشتكيك للفيفا ويطلب كل عقده الباقي. فده الكلام اللي انا قلته وشرحته قبل كده، فالكلام ده بيتحقق دلوقتي. فانتوا بقى رايكم ايه؟ يعني رايكم احمد القندوسي هيكمل مع النادي الاهلي؟ هيمشي مع النادي الاهلي؟ هل الاهلي هيوصل لاتفاق؟ هل الاهلي هيرضى بالامر الواقع وبطلبات وشروط احمد القندوسي للرحيل عشان يفضي مكان بالنسبه للمهاجم الجديد؟ هستنى بقى تعليقاتكم من خلال الكومنتات، وما تنسوش ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. سلام.